والقطاعية. شكرا. شكرا السيد الوزير. ننتقل إلى قطاع الشباب والرياضة بسؤال عن واقع التجهيزات الرياضية في إقليم بولمال للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الشراكي. هل ستجيبون السيد الوزير عن هذا؟ كلمة الفريق الشراكي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، سؤالي اليوم يتعلق حول الخصاص المهول اللي كيعاني منه إقليم بولمان، إقليم اللي كينتمي للمغرب العميق، وخصوصا مجال الرياضة. خصاص المهول اللي كيعاني منه من ناحية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية. كلمة السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. أشكر السيد النائب المحترم على سؤاله وأفيدكم بما يلي. إقليم بولمان شهد خلال الزيارة الملكية سنة 2008 توقيع مجموعة من الاتفاقيات إحداث مشاريع رياضية بهدف الارتقاء بالممارسة الرياضية بالإقليم. في هذا الإطار تم بناء قاعة مغطاة للرياضات بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة، المجلس الإقليمي، والأشغال حاليا في مراحلها الأخيرة. هناك مسبح رياضي ترفيهي انتهت به الأشغال الكبرى، كما تم تجهيزه في انتظار إنهاء تأهيل الفضاء الخارجي لافتتاحه وتمكين الساكن من الاستفادة من مرافق صيف هذه السنة إن شاء الله. فيما يتعلق بالنهوض برياضة كرة القدم، تم تأهيل 3 ملاعب بالإقليم بكل من ميسور وطرف الحاج وبولمان، حيث شملت هذه العملية تأهيل البنية التحتية وإضافة بعض المرافق كالمستودعات والمدرجات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تمت برمجة استفادة الملعب البلدي الميسور من العشب الاصطناعي، وذلك في إطار برامج تعشيب الملاعب الرياضية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وستنطلق هذه العملية قريبا نهاية إن شاء الله شهر فبراير.